السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة لاعب الأهلي القادم، يعني في كلام كتير إن الأهلي تعاقد معاه. محمد شكري عنده 25 سنة. تمام. لعب الموسم ده بعد الإصابة، صنع حوالي 5 أهداف وجايب 3 أهداف في الرابطة وفي الدوري وفي كله، ولعب كله، لعب تاريخه 123 ماتش، مسجل 9 أهداف وصانع حوالي 17 أسيست. طبعا هو من اللعيبة المميزة أو من الباكات الشمال المميزة جدا اللي موجودة في مصر حاليا. هو محمد حمدي لاعب بيراميدز، لاعب كويس، لاعب هداف، لاعب شويط، بيلعب برجليه حلو قوي، سريع. لكن انا بالنسبه لي مش ده برضو بتاع الاهلي، يعني معلش، برضو هو لعب معانا فتره وكان معانا كتير بس هو فشل. فما اعتقدش انه حتى لو رجع الاهلي ان هو هينجح. ليه؟ لان معلش يعني يا جماعه، سيراميكا برضو ايه، ما عليهاش الضغط اللي على الاهلي، ما عليهاش ضغط الجماهير. الجماهير بتطلب منك كل ماتش ان انت تعمل اسيست، ان انت تجيب جول، ان انت تدافع، ان انت تبقى قوي بدنيا، وي وي الى اخره. لكن احسن الوحشين زي ما بيقولوا، يعني لو هتختار مثلا افضل 5 باكات في مصر حاليا هتختاره هو محمد حمدي. فاحسن من الوحشين. لكن من وجهة نظري انا مش شايف ان محمد شكري هينفع مع النادي الاهلي. اتمنى له طبعا التوفيق واتمنى ان هو ينجح مع الاهلي، لكن بالنسبه لي انا الموضوع صعب شويه، زي ان انا جربت، يعني خلاص لاعب فاشل عندي، فما اعتقدش ان هو يجي ينجح تاني. يعني على مدار السنين اللي فاتت ما اعتقدش ان في لاعب فشل في الاهلي ورجع مره تانية ونجح. يعني لو فيكم حد مثلا فاكر لاعب معين ممكن يكتب لي في الكومنتات. لكن انا بالنسبه لي انا ما اعتقدش ان هو هينفع في الاهلي، بعيد عن ان لاعب كويس جدا، لاعب مميز جدا، لاعب حلو جدا، يعني امكانيات اللاعب كويسه جدا. لكن في الاهلي لا، الموضوع هيبقى صعب شويه. واتمنى طبعا التوفيق لو راح الاهلي او هيروح الاهلي. اتمنى ان كلامي يكون غلط، لكن انا كنت منزل فيديوهين على باكين شمال من اصول فلسطينيه ومن اصول عربيه وشباب صغيره برضو، سنهم صغير، 23 24 25 سنه. لعيبه كويسه بتلعب في الدوري البروفي، في الدوري البولندي، ولاعيبه فعلا هتنفع مع النادي الاهلي. وقيمتهم التسويقيه مثلا 300,000 400,000 يورو. يعني اتمنى مثلا الكشافه في النادي الاهلي ان هم يبصوا على اللعيبه دي. ايه المشكله لما تنزل تبص في الدرجه الثانيه سواء هنا او في اي دوري تاني؟ في لعيبه كتير مش متشافه، في لعيبه كتير مظلومه فعلا اعلاميا مش متشافه. انت ممكن تقدر زي ما صفقه وسام ابو علي مثلا، كان مش حد يعرف حاجه عن وسام ابو علي، انت جبته ما شاء الله هداف عندك، وهتبيعه برقم جاي لك فيه. فايه المشكله لما نخوض التجربه تاني ونجيب لعيبه مغموره ما حدش عارفها تيجي تتالق معانا؟ وصفقات كتير، جراديشار مثلا لعيب جامد جدا. انا بالنسبه لي جراديشار لعيب محطة ولاعب قوي جدا جدا جدا. يا جماعة في ماتش بورتو جراديشار عمل حوالي 4 اسيستات لبن شرقي، لو جابهم كانوا أهداف، بعيد عن إن هو ضيع برضه. لكن أتمنى إن إحنا مثلا نبص للعيبة اللي تحت دي، نبص للدرجة التانية، نشوف. مش لازم يعني اللاعب يكون مشهور ومعروف عشان خاطر نجيبه. وفي صفقات كتير نجحت بسبب القصة دي. فأتمنى إن الكشافين بتوع الأهلي ينزلوا يبصوا على الدرجة التانية في كل الأندية بشكل عام. يعني مش في مصر بس، لا، يروح المغرب، يروح تونس، يروح أفريقيا، يروح أوروبا، أمريكا. في لعيبة كتير بتلعب في الدوريات التانية مش متشافة، باكات كويسة جدا ومدافعين عظام. في ناس بتلقب محمد شكري بريبورتسون، لاعب ليفربول. يعني كلها وجهات نظر، لكن انا بالنسبه لي مش شايفه، يعني مش شايف قماشه الاهلي فيه بامانه يعني. لكن هو اللعيب امكانياته كويسه جدا، يعني امكانيات لعب كويسه يا سيدي، يجي الاهلي ويتالق ويخزيني، ما عنديش اي مشكله خالص. دفاعيا خد بالك هو مش افضل حاجه، يعني دفاعيا محمد انا افضل منه دفاعيا من وجهه نظري. ممكن اكون مخطئ، وارد جدا، يعني وارد جدا اكون مخطئ. في لعبة يعني عندنا مثلا كريم الدبيس هجوميا جامد لكن دفاعيا مفيش. انا اللاعب الباك بتاعي لازم يكون متوازي دفاعيا وهجوميا. ايوه يا سيدي، يعمل لي مثلا اسيست في الماتش بس يدافع، انما مثلا ما يعمل لي اسيست وما يدافعش، او يجيب له جون وما يدافعش. اصل انا معلش، انا مش هجيب واحد يدافع لك. نفس الفكره. انما لو كان كده مثلا، لو هنجيب لاعب هجومي بس، احنا ليه ماشيين علي معلول؟ ما احنا ماشيين علي معلول عشان ما بيدافعش، وعشان سنه، وعشان جيب لي لاعب تاني يهاجم وما يدافعش، لا كنت سبت علي معلول بقى.
العلم من اكبر الخساره اللي احنا خسرناها في كاس العالم ان احنا ما خدناش معلول معانا كاس العالم. معلول لو كان معانا في كاس العالم كان فرق جدا 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 جدا. قدر الله ما شاء فعل. انت ايه رايك يا صديقي؟ هل انت شايف ان صفقه محمد شكري للاهلي كويسه وهتنفع ولا لا؟ اتمنى تدينا راي حضرتك في الكومنتات، وتصلي على النبي، وما تنساش تدعي للبنات اللي استشهدوا امبارح، احنا نحتسبهم عند الله من الشهداء، وأعز الله أجرنا جميعا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة.